كتير من صناع المحتوى بيلاقوا نفسهم بيسألوا السؤال ده: ليه ما حدش بيقرأ المقالات اللي بتتكتب؟ ليه الزوار بيدخلوا الموقع ويخرجوا على طول؟ لو الأسئلة دي بتيجي في بال أي حد بيعمل محتوى، يبقى الشرح ده هيقدم إجابات مهمة جدا. طيب ليه الناس بتسيب الموقع بسرعة؟ السؤال ده مهم قوي. الظاهرة دي ليها اسم تقني كده، دي يسموها معدل الارتداد أو الباونس ريت. يعني إيه؟ يعني ببساطة الزائر بيدخل يلقي نظرة ويخرج في ثواني، من غير ما يضغط على أي حاجة، من غير ما يكمل قراية. ودي طبعا كارثة لأي صاحب موقع. بس المفاجأة بقى إن الحل ممكن يكون أبسط بكتير مما أي حد يتخيل. طيب نيجي بقى للغلطة القاتلة. المشكلة كلها بتبدأ من كلمة واحدة، SEO أو SEO. أول ما الكلمة دي بتتقال في ناس بتتحول بجد، كأن الزرار بيداس عليه وبيتحولوا من كتاب بني آدمين لآلات، روبوتات بتكتب لروبوتات تانية، كل همهم يكتبوا لجوجل مش لناس. فتلاقي الكلمة المفتاحية بتتكرر في كل جملة كأنها تعويذة سحرية. ووسط كل ده بينسوا أهم حاجة، إن اللي هيقرأ الكلام ده في الآخر هو إنسان. وهنا بقى بتيجي القاعدة الذهبية اللي المفروض تتبروز وتتعلق قدام أي حد بيكتب محتوى: الإنسان أولاً، الخوارزمية ثانياً. بسيطة أهو، صح؟ بس للأسف دي أكتر قاعدة الناس بتنساها. الفشل كله بيبدأ لما المعادلة دي بتتقلب، لما بنخلي الخوارزمية هي الأهم. أيوة، أنا عارف السؤال اللي بيدور في دماغ ناس كتير دلوقتي. بس استنى، مش هي دي الطريقة اللي كانت بتنجح زمان؟ والإجابة هي بالظبط، كانت بتنجح. الحيل القديمة دي بتاعت خداع محركات البحث خلاص ما بقتش تنفع. ليه بقى؟ لسبب بسيط جدا: جوجل نفسه اتغير، بقى أذكى بكتير قوي. عشان الصورة توضح أكتر خلينا نعمل مقارنة سريعة بين الماضي والحاضر. زمان كانت الحكاية كلها حيل، حشو كلمات مفتاحية، يعني تكرر الكلمة 100 مرة في المقال، روابط داخلية ملهاش أي معنى، أي حاجة عشان تضحك على السيستم، والكلام ده كان ممكن يجيب نتيجة. إنما دلوقتي الوضع اختلف 180 درجة. الخوارزميات الجديدة دي مش بتدور على الحيل، دي بتدور على حاجة واحدة بس: هل القارئ نفسه مبسوط ومستفيد ولا لأ؟ والحاجة العبقرية هنا إن جوجل ما بقاش مجرد آلة، لا، ده بقى بيتصرف زي القارئ البشري بالظبط. بقى عنده طرق يقيس بيها إذا كان المحتوى ده فعلا مفيد ولا لا. بيبص على إيه؟ بيبص على القارئ قعد كام دقيقة في الصفحة، هل عمل سكرول ونزل لتحت عشان يكمل قراية، هل عجبه الموقع لدرجة إنه رجع له مرة تانية. باختصار، جوجل بيسأل نفسه هل المحتوى ده ليه قيمة حقيقية. لو الإجابة لأ، بيعرف فورا وبيعتبره محتوى ضعيف، حتى لو مليان كلمات مفتاحية من هنا لبكرة. في تشبيه هنا بصراحة عبقري، بيوصف بالظبط إحساس أي حد فينا لما يدخل على مقال من النوع ده. بيقولك زي ما تكون دخلت مطعم شكله جميل بس الأكل كله مفهوش طعم. بالظبط، العنوان جذاب والصور شكلها حلو، بس تدخل تقرأ تلاقي كلام فاضي، كلام ميت مفهوش روح، مجرد جمل مرصوصة جنب بعض. والناس مش بتدور على كده، الناس بتدور على محتوى حقيقي، محتوى يحسوا بيه ويستفيدوا منه. وهنا بقى نوصل لنقطة التحول، للسر كله. الحل بيتلخص في كلمة واحدة: الناس. لازم نغير طريقة تفكيرنا تماما. وفي قصة صغيرة كده بتلخص الحكاية دي كلها بشكل عبقري، قصة عن مدربة سيو وطالب عندها. الحكاية بتبدأ بنصيحة المدربة دي: اكتب للناس وخلي جوجل هو اللي يكتشفك. القصة بقى إن كان عندها طالب متحمس قوي، كتب أول مقال ليه وهو مطبق كل قواعد السيو التقنية بالحرف الواحد. يعني العناوين تمام، الكلمات المفتاحية متوزعة صح، كل حاجة زي ما الكتاب بيقول. بس لما جه يوريها المقال كانت النتيجة إيه؟ مقال ممل جدا، كلام ناشف مفهوش أي روح. راحت المدربة بصت له وسألته سؤال واحد، سؤال بسيط قوي في ظاهره لكنه عميق جدا. قالت له: لو انت اللي دخلت تقرا المقال ده كزائر عادي، هل كنت هتكمله للآخر؟ السؤال ده كان كأنه ضربة قاضية. الطالب سكت، معرفش يرد، لأنه في اللحظة دي فهم الحقيقة. فهم إنه كان بيركز على القواعد لدرجة إنه نسي الهدف الأصلي، نسي يكتب حاجة ممتعة ومفيدة. جوجل هيحبك لما الناس تحبك. الجملة دي هي خلاصة كل حاجة بنقولها النهاردة. دي فلسفة السيو الحديثة كلها في 6 كلمات. يعني الموضوع مش إنك ترضي جوجل الأول عشان الناس تشوفك، لا، العكس هو اللي صح. لما الناس تحب المحتوى بتاعك وتتفاعل معاه، جوجل هيلاحظ ده، وساعتها هو اللي هيحبك. تمام أوي. لحد هنا فهمنا الفلسفة، عرفنا إيه الصح وإيه الغلط. نيجي بقى للجزء المهم: نعمل إيه عملياً؟ إزاي نكتب محتوى الناس تحبه وفي نفس الوقت جوجل كمان يحبه؟ الحكاية مش صعبة على فكرة، وممكن نلخصها في كام خطوة بسيطة وواضحة. بص، الموضوع كله في ال4 خطوات دي. أول حاجة، ابدأ بالنية الصح.
اسأل نفسك، هل أنا بكتب عشان أساعد القارئ فعلا ولا مجرد عشان أظهر في جوجل؟ تاني حاجة، اللغة، خليها بسيطة كأنك بتتكلم مع واحد صاحبك مش بتلقي خطبة. تالت حاجة، القصص، الناس بتعشق القصص وبتفتكرها أكتر بكتير من المعلومات الجافة. ورابع وأهم خطوة، راجع نفسك دايما بعد ما تخلص. اسأل نفسك بصدق، هل المقال ده قيم بجد ولا معمول عشان الخوارزمية وبس؟ عشان نختم بقى، محتاجين نغير نظرتنا لمفهوم السيو نفسه. للأسف ناس كتير خصوصا في البداية بيشوفوا السيو ده كأنه حيطة، شوية قواعد تقنية معقدة وناشفة بتفصل بينهم وبين القارئ. بس الحقيقة عكس كده تماما. السيو الحقيقي مش حيطة، السيو الحقيقي هو الجسر. هو الجسر اللي بيوصل كلامك الحلو والمفيد للشخص اللي محتاجه وبيدور عليه. لما المحتوى يكون فيه صدق وروح إنسانية، الكاتب بيبني جسر قوي جدا بينه وبين الناس اللي بتقرأ له. وممكن نوصف الموضوع بطريقة تانية عبقرية برضه. السيو هو حوار بين الكاتب والقارئ، وجوجل مجرد شاهد. حكاية كلها في أصلها حوار بين بني آدمين، واحد عنده مشكلة أو سؤال، واحد تاني بيقدم له الحل أو الإجابة، ودور جوجل إنه يتفرج على الحوار ده، ولما يلاقي حوار ناجح ومفيد للطرفين بيكافئه ويخلي ناس أكتر تشوفه. وده يوصلنا للسؤال الأخير، السؤال اللي لازم كل صانع محتوى يسأله لنفسه قبل بيكتب أي كلمة: الكتابة دي لمين؟ للبشر ولا للروبوتات؟ الإجابة بتفرق في كل حاجة، لأن اللي بيكتب للروبوتات الناس هتشوفه على إنه روبوت، لكن اللي بيكتب للبشر الروبوتات نفسها هي اللي هتحترمه وهترفع المحتوى بتاعه وتوصله للناس.